السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نهاركم مبروك، كي راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، والفيديو تاع اليوم يلقاكم بأحسن الأحوال. فيديو اليوم هو تكملة للفيديو اللي حطيته لكم البارح. كما قلت لكم الفيديو كان جاني طويل بهذا نفس النهار. الفيديو هذا التكملة تاع الجزء اللي فات بنفس النهار. درتو الوصفات اللي راح نديرها معكم، وهذا الشكل النهائي تاع لاشومبر تاع ولدي. خليتها لكم حتى مع التالي تشوفوها. شوفوا شريت له طابي هنايا، خملتها له بهذا الشكل. جات ما شاء الله، جات روعه، جات داويه. وهو راه فرحان بها بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله ربي يحفظها لي ويحفظ لكم كاع وليداتكم. كنت خملتها له ونقيتها له وخليتها له تشعل. بالنسبه للبنات اللي سقساوني على السيد، قالوا لي اسكو يخدم في وهران او مستعلم. هو يخدم في وهران، هو الكتره يخدم في وهران بزاف، ويخدم تاني المستعلم ويدير توصيل لجميع الولايات. غادي نخلي لكم لاباج تاعه، دخلوا عنده وشوفوا. هنا من بعد ما كملت كاع الميناج تاعي والحمد لله زعما ريحت راحه نفسيه. من نقيت كل شيء، شويه الباتري فابل، شويه عيد، بصح الحمد لله زعما راني مليحه. دروك جيت باش نصب فطور الصايمين. المنيو تاع نهار اليوم ومي رانا صايمين انا وبناتي، تما اول صيام من بعد رمضان. قررت ندير هذا المنيو تاع اليوم اللي هو انا حندير الحريره اكسبريس اللي رايحين تشوفوها معايا. غادي ندير طاجين التفاح اللي انا نبغيه بزاف، نبغي دائما كل ما نكون صايمه نديره. هنايا درت الزبيب هذا، شوفوا درته في المازهر. الفلون راني حنديره. درت الروز، درت الجلبان والزروديه راهم يغلو، راني حندير الروز ماسيدوان. وغادي ندير الرولي تاع البيون داشي والبولي اشي، الرولي تاع الدجاج. هنا درت التيشه نفختها في الماء. عندي كويس تاع الدجاج راح نديره في الحريره، والزدر راح نديره بورك. طبعا لازم تكون البورك. شوفوا الضروريات في الطابله تاع الصايمين هي الحريره والبورك، هادو ضروريات. اما الاخرين ولا الطاجين الحلو، اما الاخرين يبقاو اضافات. المهم انا كي صيامنا الاول يعني من بعد رمضان اللي فات قررت ندير طاوله متنوعه انا وبناتي، باسكو رانا صايمين كاع في رحبه. من بعد كي ساير الايام نبدا نولي ندير حريره، سلطه، هكا بورك، حاجه خفيفه. المهم نخفف، ما نبقاش دائما كيما هكا. غادي تشوفوا معايا الوصفات تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. نبداو على بركه الله. غادي ننصب الحريره نتاعي نديرها الطيب. هنا بديت بسم الله، راح ننصب الحريره تاعي كما قلت لكم حريره اكسبريس اللي تجي بزاف بنينه. جات قمه في البنه هذه الحريره. ولادي عجبتهم بزاف وجايه سهله. درت كل شيء في مره، قلت ما نكسر راسي ما والو. سورتو كنت عايه البنات، كنت قديت وسيقت ومن بعد جيت للفطور. المهم الفطور تاع اليوم كما قلت لكم راح ندير الحريره اكسبريس، راح ندير طاجين تفاح والرولي تاع الدجاج. وغادي نعجن معاكم واحد لي ميني باغيت اللي يجوا بزاف خفاف وبنان تاني. غادي نشارككم الوصفه. اول حاجه بديت بالبصل قطعته، راح ندير البوراك. هنا عندي زدر تاع دجاج، راح ندير به البوراك راني حنديرها بالفرماج، يعني نكتر فيه الفرماج والقصب والمعدن عفوا ونطيبها. اول حاجه حنطيب البصل نتاعه تاع الدجاج اللي هذاك الزدر تاع الدجاج اللي رانا حنطحناه. في لاكوكوط تاعي درت فيها كويس تاع الدجاج، درت شويه تاع السمن وشويه تاع زيت، خليت هذاك الدجاج يتقلى مليح. من بعد درت الخضره كامله قليتها. درت البصل هنايا، طحنت البصل، طحنت حوالي حبه ونص تاع بصل. والخضره هنايا درتها كامله. شوفوا الحريره باش تجي بنينه كتروا فيها زروديه والطوماطيش تاع الحبه، تجيكم بنينه بزاف البنات. قد ما نقول لكم عليها جات بنينه. انا كنت درت كونتيتي باش نخليها الغدوه من داك. كنت درت فيها 2 حبات تاع زروديه، 2 حبات تاع طوماطيش اللي كنت قلحت لهم القشره، خليتهم هكا كاملين بلا ما نقطعهم. ودرت فيها حبات تاع كروجيت وقليت كل شيء مع بعض. يعني كي قلت لكم حريره اكسبريس يجي كل شيء فيها مع بعض. قالوا كل شيء مع حتى التيشه تاع المرمز. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش التيشه تاع المرمز، هي كيما الفريك اللي في الشرق اللي يديروه، حنا نقولوا لها التيشه تاع المرمز. هي تاع القمح يخدموها، تيشه خاصه بالحريره. كاين تاع الزرع وكاين تاع المرمز. انا درت تاع المرمز ديجا كنت غسلتها مليح، درت حوالي 6 مغارف، درت النص والنص يعني خليتها جاتني بزاف. توابل اللي نديرهم في الحريره، درت فلفله حمراء، درت شويه تاع راس الحانوت، شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور وشويه تاع السكنجبير.
هادو هما التوابل اللي نديرهم. انا ما كترش التوابل بزاف، كاين كل وحده والذوق تاعها. التابل اللي تبغي تزيدها تزيدها. المهم انا التوابل زعما ما نخدمش بيهم بزاف. درت الملح طبعا ودرت كل شيء مع بعض وبديت نقلي. خليت هذاك من الجهه راني الحريره راني نقلي فيها، ومن الجهه راني نطيب في اللحم تاع البوراك. هذاك الزدر تاع الدجاج اللي كنت طحنته، قليت البصل مليح زدته على هذاك البصل، وزدت تقريبا نص كاس تاع ماء وعود صغير تاع قرفه وشويه تاع الملح. من درت الروز ودرت الزروديه والجلبان خليتهم يغلوا، وراني نكمل في الوصفات معكم. قولوا لي البنات كي راكم؟ ان شاء الله تكون صحتكم لاباس. كاع اليوم تتبعوا فيا، الامهات الاخوات بناتي، ان شاء الله ربي يخليكم لي على دوك التعليقات الزينه اللي كنت تخلوها لي. شكرا لكم. ربي يعطيكم واش راكم متمنين كل وحده، ربي يفرحها بالحاجه اللي راهي متمنيتها. نرجعوا لهذيك الحريره من بعد ما تقلات لي مليح مليح، وحنا عارفين باللي الحاجه كي تقلوها غايه غادي تجيكم بنينه وتجيكم عاقده. انا قليت هذيك الحريره الخضره قليتها مليح، من بعد درت هذاك البوكي تاع القزبر والكرافس، لميتهم كاع في الخيط عقدتهم ومرقت بالماء غالي، ودرت هذاك البوكي وخليتها طيب، ورجعت نكمل في هذاك البورك. يعني وليت يدمن ويدمن، تما من نكمل في حاجه نروح لحاجه واحده اخرى. المهم شوفوا هنايا غلطت، حسبت روحي راني ندير في السكنجبير في هذا الدجاج تاع البوراك، وانا لقيت روحي ندير في الكركم. المهم انا ما بغيتش ندير الكركم باش ما تغيرليش اللون تاعه، كما قلت لكم راني حنديرها بالفرماج. درت توابل الدجاج، درت شويه تاع حرور، عود تاع قرفه صغير، وشويه تاع الملح، وشويه تاع السكنجبير. قليتها مليح هذاك الزدر تاع الدجاج حتى لي يتقلى يطيب غايه، باش عاد هو هكا حامي نزيد له الفرماج. من الجهه رحت هنايا للطاجين التفاح اللي راح نديره تاني. هذه الطريقه بزاف سهله. هنا وجدت اللحم اللي راح نديره رولي، اشيت البصل طحنته وخليته على جهه. بالمناسبه البنات اللي سقساوني على الاشواء تاع سوناشي اللي كنت شيتها عندي في شحال من اللي شيتها، كنت شيتها 590. هذاك القيس شيتها 590، يعني حتى لهاد المره راني نجبت فيها نستعملها. رجعت لهذاك الطاجين تاع التفاح. دوك الحبيبات تاع التفاح غسلتهم غايه وقلعت لهم القشره هذيك الفوقانيه، ودرت لهم الليم، درتهم في الماء والليم، وراح نطيبهم هكا كاملين. انا صراحه شوفوا كي نكون صايمه نتشهى التفاح الطاجين الحلو. انا ما ناكل البرقوق، ما ناكل الطاجين الحلو، ما ناكلهاش انا، بصح الطاجين تاع التفاح نبغي كي انا كي بناتي، حتى بناتي داو العاده تاعي. من الجهه شديت الطاجين، درت فيه كاس تاع سكر، 2 كيسان تاع ماء، والعود تاع القرفه، وراح نخلي ندوب مليح هذاك السكر في الماء حتى يذوب لي مليح. من يدي الغليه الاولى عاد نحط هذوك الحبيبات تاع التفاح. هنا اللحم تاع البوراك اوجد لي، راني راح ندير له الفرماج. درت له 2 معارف كبار تاع فرماج، اي نوعيه تاع فرماج عندكم ديروها، وهو هكا حامي. موالف نزيد فيه الزيتون، والزيتون عندي مقطع ونسيته كما قلت لكم. باتري ولا فابل هذاك القيصاي. من شوفوا من كملت كاع هذاك الميناج رحت صليت الظهر وقريت القران، قعدت نقرا، قريت الورد تاعي اليومي اللي دائما نقرا من بعد صلاه الفجر ومن بعد صلاه الظهر. من بعد ريحت يا ربي قولوا نص ساعه ولا ونط للكوزينه هكا باش يبقى عندي الكوراج. هي كنت مليحه ما شوفوا ما عطشت ما جعت ما والو، بصح راسي ما جاي يكمل النهار حتى وليت نكورش في روحي، راسي قتلني. تلمولي موالفه القهوه هكا. هنا رجعت للبولي اشي راح نديره في الرولي. درت فيه كما قلت لكم 2 حبات بصل اشيتهم، درت المعدنوس، درت 2 معالق تاع لا شابلور، درت حبه بيض، درت شويه ملح شويه تاع حرور وخلطتهم معايا. التوابل اللي درتهم ودرت شويه تابل للدجاج في البولي اشي، والتوابل اللي درتهم في الفيونداشي اللي هي البصل ما درتش فيه البيض وما درتش فيه لا شابلور وما درتش فيه توابل الدجاج، يعني الفيونداشي ما نبغيش نكتر فيه لي زيبيس. خلطتهم مليح، خليتهم على جهه. هنا من بدا الغليه هذاك السيرو تاع التفاح، درت غير شويه كركم تعطيني هذاك اللون الذهبي، وحتى دوك تشوفوا اللون تاعه شحال يجي شباب. انا ما درتش الزعفران، ما عنديش الزعفران، درت الكركم يعطي هذاك اللون، يعطيه بزاف شباب. خليته يغلي، درت التفاح خليته يطيب. راكم عارفين التفاح ما فيهش الروح، ما يديش الطياب بزاف. خليته مده طاب، ومن بعد نحيته ورجعت لهذاك الرولي نسقم فيه. هنايا هاد الكميه جاتني 3 تاع لي رولي تاع الدجاج. وانا هنايا حاولت نصغرهم على خاطرش راح نفورهم، والكسكاس اللي عندي صغير يعني ما يرفدليش رولي يكون كبير. نتوما تبغوا ديروهم في نفس الحجم
الحجم طولوهم في الحجم كما تبغوا. حليت الطبقه الاولى تاع البولي اشي، ومن بعد زدت الطبقه الثانيه تاع الفيونداشي، حطيت طبقه على طبقه وزدت لي طرونش تاع الفرماج كيما هكا، وبديت نرولي. يعني وصفه راهي بزاف سهله، وراني شحال من خطره راني نديرها ويجي بزاف بنين. دوك تشوفوا مع من رافقته هاد الرولي تاع اللحم والدجاج. هنا من بعد ما كملته كاع كيما شفتوا درته في البابي كويسون روليته، ومن بعد رجعت في الالومنيوم باش يدي لي هذيك التفويره. راكم تشوفوا جاوني 3 حجم متوسط، درتهم كيما هكا وعمرتهم في الكسكس، وغطيت هذا الكسكس ثاني بالالومنيوم باش يفوروا لي غايه. من الجهه كملت هذاك الرولي خليته راه يطيب، ورحت نعجن الخبز. الخبز هنايا بندير ميني باغيت اللي كيما نشروهم في المحلات. درت 2 كيسان تاع مدافي، درت مغرف خماره الفوريه ومغرف سكر، هادو وخرتهم على جهه يخمروا، خليتهم وحدهم يخمروا. من الجهه في البول تاع البيتخا هنايا تا المولي كنت عايه قلت نستعمل غير البيتخا اللي تسلكني او ما تسلك عليا شويه. درت 5 كيسان تاع الفارينه بنفس الكاس اللي تعبروا به نفسه عبروا به. درت 5 كيسان تاع الفارينه، درت شويه تاع الملح على حسب الذوق. من بعد ما خمرت لي هذيك الخماره والسكر والماء كيخمروا لي هكا، درتهم كامل مع بعض وحطيتهم في البيترا وخليتهم يعجنوا. هنايا لقيت شويه الفارينه ناشفه، زدت لها شويه تاع الماء، يعني تقريبا ربع كاس تاع ماء زدتها في هذيك العجينه باش تحصلت على عجينه طريه كيما هكا. عجنتها لي مليح الصراحه. هاد البيتخا تعجن غايه كي سيت فيها البريوش وسيت فيها هاد الخبز، عجنت لي غايه العجينه نتاعي. درت هنا شويه تاع سانوج وخليتها في الطبسي تخمر لي. العجينه لازم تريح باش تجيكم خفيفه، وتاني لازم تخفوا العجينه تاعكم ما تنشفوهاش مليح، يعني لا ستوها ناشفه زيدوا لها الماء راح تخرج لكم خفيفه. من الجهه تاني كنت خليت الخبز يخمر ورحت ندير الفلون. هنا الفلون كنت ندير نوعيه اخرى، من بعد كي ما عطكش صاي لقيت روحي فابل درت هذا نورمال اللي موالف نديره تاع الفاني اللي موالف نخدمه لتر حليب مع ساشي تاع فلون، خلطته مليح وعمرته. وتاني هكا قلت نقعد في الطابله باش نكمل البوراك نعمره ونوخره على جهه. هنا ديت هذا البوراك تاع العائله يعجبني الصراحه، جاي الورقه تاعه شابه. هنايا باش يجيني يعني كميه، وهذاك الكبير ولا يقهمنا كي ناكلوه هكا. كي ندير حبه كامله قلت نقسم الحبه بين زوج ونعمره مليح ونعمره بالفرماج هكا باش يجي بنين، وهكا كل وحده يعني ياكلوا ويعاودوا. المهم جاني بلا ما شاء الله جاني بلا معمر. هنا هذاك التفاح قلحته. راكم عارفين التفاح ما يديش طيب بزاف. من بعد حطيت هذاك الزبيب يطيب لي في ديك لاصوص، وفي نفس الوقت تزيد تعقاد لي هذيك لاصوص تولي لي ثقيله. كما راكم تشوفوا خليتها طيب. الحريره ديجا كنت طفيت عليها، كانت تصوني عليها لاكوكوت تاعي. طفيت عليها وراح نميكسيها، نقلع هذاك الفخذ تاع الدجاج ونميكسيها. شوفوا جات واحد الحريره حريره بزاف سهله وبوقفه تحضروها سورتو للصايمين اللي راهم يصوموا. من بعد رحت لهذيك العجينه تاع الخبز لقيتها ديجا خمرت لي، بديت نقطع فيها، قطعتها هكا كويرات، ديكازيتها شويه وقطعتها كويرات كيما راكم تشوفوا، وراح نخدمها ميني باغيت اللي جات بزاف خفيفه. برك انا مازال عندي المشكل في الفرن، راني نطيب فيه هذاك تاع التريسينتي تاعي مازال ما ركبوهليش.
تما راه غابني في الطياب. على هذاك مانيش نبغي ندير هاد الصوالح بزاف. من ندير حاجه الا ما انحرقتليش من تحت تنحرق لي من الفوق. شغل الريغلاج تاعها ما على باليش مالها نهار لو كنت طيب غايه ومن بعد الريغلاج تاعها تبدل. هنا شوفوا هذه الطريقه اللي ندير بها هذوك لي ميني باغيت، ولا تبغوا ديروها دوائر خبيزات دوائر هكا تجي تاني شابه. هكا تنقصوا على رواحكم هذاك الخبز اللي برا، ديروا حاجه في الدار مسموعه وبنينه. كملتهم هنا، جاتني زوج بلاوات كملتهم غطيتهم وخليتهم يخمروا. رجعت لهذيك الحريره اللي قلت لكم قلعت هذاك الفخذ تاع الدجاج وهذيك الحبيبات تاع الخضره اللي كانوا فيها ميكسيتهم وخليتها تزيد تغلي. قصت فيها واحد حار وهذاك الدجاج هاوين على جهه جبته. قلت حتى دوك يبرد شويه نفتح كاع ونعاود نحطه في هذيك الحريره. لاصوص هنا راهي وجدت تاع التفاح والخبز كان في نفس الوقت. شوفوا كانت سخانه هذا النهار. كانوا خمروا هذوك لي ميني باغيت. هنا شديت شويه تاع ياغورت ناتور خلطوه بشويه تاع ما وبانسوا به هذاك لي ميني باغيت تاعكم، ولا ديروا الماء. كاين اللي ما يبغيش يدير هذا الحليب والياغورت ناتور ديروا الماء تاني راح يجيكم يعني تجيكم هذيك اللمعه من الفوق. وهذيك التزيين كيما تاع برا حليتهم باللامجيلات كيما هكا في الوسط باش تعطيني هذاك الشكل تاع لي باغيت اللي نشروهم من برا. رجعت دخلت هذاك الخبز راه يطيب ومن الجهه لقيت هذاك الرولي ديجا صاي طاب. هنا الرولي ما يديكمش الوقت في الطياب تاعه. يا ربي كاع الا دا يدي 20 دقيقه في الطياب تاعه. يفور لكم بالخف. درت هنا زوج حبات بيض درت فيهم شويه ملح وشويه حرور ودرتهم في لاشابلو وراح نفوتهم في شويه مارغرين وشويه زيت غادي نقليهم. هذه الخطوات نجموا ديروها تنجموا تستغناو عليها. انا نبغيهم هكا مقليين ما نبغيش ناكلهم هكا خضرين. سينو ديروا لهم الدهان من الفوق ودخلوهم للفوق يتحمروا لكم بلا ما ديروا لهم بيض بلا ما ديروا لهم لا شابلور. انا درت لهم كيما هكا بهذه الطريقه. بديت نقلي فيهم. راكم تشوفوا جاوني 3 تاع الرولو. رولو نص كنا كليناه ورولو نص خليته الغدوه من داك فطرنا به. راكم تشوفوا قليته مليح تحمر لي دا هذاك الاحمرار من الجهه. عاود غسلت المقله تاعي هنايا كيما راكم تشوفوا البنات. راني غير بمقله واحده راني نطيب. راني مازال ما شتيتش هاد الصوالح اللي خاصني في الكوزينه. مقله واحده برك راني نطيب فيها نغسل ونعاود نطيب فيها. جيت نحضر لاصوص بلونش اللي فيها بالشامبينيون راح تجي بنينه. الا عندكم زيتون ديروا زيتون. انا درتها غير بالشامبينيون اللي عندي. غسلتها مليح قطعتها هذا الشامبينيون تاع الحبه قطعته قليته في هذيك المغرف تاع المارغرين وشويه تاع زيت حتى تقلى لي مليح مليح. عاده زدت سنينات تاع الثوم اللي كنت مربيتهم وبديت نقلي فيهم. كي شفت هذاك الثوم عطات ريحته وبدا تقلى زدت عليهم الكريمه السائله. هنا الكريمه السائله راح تجيكم بنينه. وزيدوا عليهم الفرماج قد ما تزيدوا فيها قد ما يجيكم معسل وبنين. درت شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور وخليتها شويه عقدت لي حتى تحصلت على لاصوص البيضاء اللي حنشاركها مع هذاك الرولي. نقطعها دوك تشوفوا التقديم تاعه. هنا كان طاب الخبز كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم شوفوا انا خفلت عليه خفلت غير شويه. شوفوا سته فات لي الاحمرار تاعها من الفوق بصح جا شوفوا جا خفيف ريشه من داخل. هنايا راه حامي ما قديش حتى نرفده وقسمته هو حامي. خلوه يبرد غادي يجيكم مقطن من الداخل ويجيكم بنين. كما قلت لكم تنجموا ديروه خبيزات صغار تنجموا ديروه هكا باغيت. كل وحده وعلى حسب الرغبه تاعها وعلى حسب التزيين تاعها اش تبغي تحط في للعائله نتاعها. بالنسبه للكميات نجموا تضاعفوا الكميه يعني على حسب افراد العائله. انا درت 5 كيسان. شوفوا جاتني زوج بلاوات كما راكم تشوفوا فيه. وديجا راني حطيت لكم في قناتي الثانيه حلويات ام ياسين الجزائريه راني حطيت لكم واحد الخبز تاع الورده اللي بزاف تاني شباب موالم رمضان ولا هكا للصيام اللي راهم يصوموا.
مباشره من بعد ما طاب الخبز رحت للبوراك. هنا شوفوا وليت يدمن ويدمن يدمن ويدمن، بصح عييت. الحمد لله اللي كانوا بناتي لحقوا عليا الدقيقه التاليه، جاو عاونوني في الحق، نقاو لي الكوزينه خواوها لي، وانا وجدت الطابله كيما هكا قعدت نوجد فيها وقعدت نقلي في البوراك. قليت هذاك البوراك انا نقليه شويه قبل الاذان باش نقطره من هذاك الزيت مليح، نديرها في كسكاس يقطر ونقطره مليح في الكسكاس، ومن بعد شنو ندير نعاود نحمي الفرن نتاعي وندخله باش هكا ناكلوه حامي. كما راكم عارفين البوراك يجي مقرمش يجي حامي ينتكل. هذا هو طاجين التفاح راه واجد. شوفوا هذيك لاصوص كي جات شابه، لاصوص تاعها تجي خاطره تجي مع التالي، درت غير شويه لافاني والمازهر اللي كان في يعني درت فيه المازهر اللي كان في هذاك الزبيب، رقدت هذاك الزبيب اللي رقدته في المازهر درته تما. جات لاصوص ما شاء الله جات صفراء، درت كما قلت لكم شتوني درت لها شويه تاع الكركم باش تعطيني هذاك اللون. وشوفوا التفاح اللون تاعه كي جا من بعد اللي طيبته. وبالنسبه لطريقه التقديم كل وحده وهي حره كيفاش تقدم الطاجين الحلو تاعها. انا كان عندي هذا الطاجين جبته قلت ندير فيه تقديم هكا، جا بزاف شباب في هذا الطاجين، ولا تبغوا ديروه في طبسي اللي عندكم، تبغوا ديروه في لي فيغين صغار، كل واحد يعني كل واحد وتاعها هكا ديروا تقديمات مختلفه، كل وحده كيفاش تفضل تقدم الحلو نتاعها. درت له الجلجلان من فوق هكا هذا كتزيين. هنا كنت وجدت الطاوله تاعي، طاوله الصايمين، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصحاف طور كاع اللي راهم يصوموا نقولكم ربي يتقبل منكم. هنا وجدت التمر تاني حطيتها في هذاك الطاجين، وبديت نحط في الطاوله تاعي، بديت نعمر فيها. كنا فطرنا والحمد لله، ربي يجعلها نعمه دائمه عليا وعليكم، وربي يرزق كل محروم، وربي يتقبل منا الصيام والدعاء ان شاء الله. يا رب. اللي مازال ما صاموش نقول لكم غير صوموا، هذا الوقت المناسب، النهار راه قصير، وتاني ما فيه لا عطش لا جوع لا حتى حاجه، يعني تصوموا بالخف. رمشت عين تلقاو المغرب جا يأذن. وكي العاده قلت لكم انا من كان راسي ضرني طيبت لي بنتي الصغيره هي اللي طيبت لي القهوه، وهذاك الخبز تونس هاونه راه واجد. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نشكركم بزاف على تعليقاتكم، نقول لكم تهلاو في رواحكم، نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، نبغيكم بزاف بزاف بزاف، مع السلامه.